مشاهدي الكرام، تحية طيبة. روسيا تدخل الصحراء المغربية باستثمارات كبيرة وتشجع رجال الأعمال الروس على الاستثمار في المغرب، خصوصا في الصناعات الغذائية والكيميائية التي لها فرص واعدة. وفي التفاصيل يبدو أن تطور العلاقات الودية بين روسيا والمغرب باث حجر الأساس لمزيد من التعاون بين بوابة المصالح الاقتصادية، بعدما أعربت موسكو عن رغبتها الكبيرة والقوية علناً في تطوير الاستثمارات والمبادلات التجارية وفي مختلف القطاعات مع المغرب. وشرعت منذ أشهر في تسريع وتيرته، لعل آخرها الدعوة التي وجهتها الحكومة الروسية إلى رواد ورجال الأعمال الروس وأصحاب المقاولات المتوسطة والصغرى في منطقتي أنجارا وإيركوتسك من أجل مناقشة الاستثمار في المغرب. وتعمل الحكومة الروسية منذ السنوات الأخيرة على النفاذ إلى المغرب، والذي بات يعتبر منطقة النفوذ التقليدية لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو بوابة إفريقيا، وذلك على مختلف الأصعدة بما فيها القطاعات التجارية والثقافية والسياحية والطاقة النووية السليمة، وكذا التعاون العسكري، سيما في ظل التحول البراغماتي الذي شهده المغرب بدوره، وبحثه الانفتاح على حلفاء جدد وتوسيع علاقاته الدولية في جميع الاتجاهات، وإن كان صوب بوصلة موسكو خاصة بعد التوتر في علاقاتها مع أوروبا. وفي إطار هذا التقارب في الرؤى، وجهت الحكومة الروسية دعوة إلى رجال الأعمال الروس من منطقة إيركوتسك وأنجارا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع الممثل التجاري الروسي في المغرب، والذي سيحتضنه مركز أعمالي ضمن المشروع الوطني الرئاسي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في 22 مارس الجاري. وتكلفت الحكومة الروسية بهذا المؤتمر لتضمن مجانيته لجميع رجال ونساء الأعمال والمستثمرين، وكذا أصحاب المقاولات المتوسطة والصغيرة الراغبين في التعرف على المغرب وأفق الاستثمار به، كما وضعت للمهتمين رابطا من أجل التسجيل بحلول 16 مارس الجاري تضمينه. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.